السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. يا رب تكون القناة والوصفات اللي أنا بقدمها بتعجبكم، وبشكر أي حد جديد بينضم لقناتي. انتوا عيلتي الجميلة، بحبكم في الله. يلا نشوف وصفتنا النهارده ايه. النهارده هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس بطريقه كده ايه سهله، وما بتاخدش وقت، وحاجات كده بسيطه، وفي نفس الوقت تطلع لك النتيجه ممتازه وروعه، والطعم والريحه والشكل تحفه، وتنفع جدا في العزومات، وبالاخص ان انتي لو في الاعياد ولا حاجه او في مناسبات عندك هتنفعك اوي. تعالوا مع بعض نبدأ بالخلطة. الخلطة حطيت ملح، حطيت توابل فراخ، حطيت جنزبيل، حطيت توم صحيح يعني، وحطيت كمان عود من ورق لوري، وحطيت كمان حبهان وفلفل اسود وبابريكا وطماطم وخل وزيت. دي التوابل اللي انا حطيتها. تمام، ضربتهم في الكبه كده كويس قوي، وحطيت كمان قرن فلفل، ممكن تخليه شطه. تمام، لو انت بتحبي سبايسي، لكن عايزه بس تنكهي فحطي رومي، مفيش مشكله. البطاطس انا قطعتها بالشكل ده، ممكن تقطعيها طرنشات شكل حلقات يعني، او مربعات، او زي ما انا عاملاها كده. التقطيعه مش يعني على حسب ما تحبي، مش فارقه كتير. نفس التتبيله بقى، اللي عملتها وتبلت بيها البطاطس، هتبل بيها الفراخ. انا عندي نص فرخه سليمه على بعضها كده، اللي هي الكتف بالصدر بالورك، دي قطعه كده من فوق لتحت، نص فرخه كامل سبته زي ما هو، تبلته زي ما انتم شايفين كده. نفس التتبيله هياها، تتبيله واحده. بس عايزه اقول لكم ان التتبيله دي على قد سهولتها، على قد ما هي بتدي نتيجه مضمونه 100%، وبتخلي طعم الفراخ بصراحه حكايه تحفه. المهم انا سبتها شويه يعني قعدت شويه كده، يجي ساعتين في التتبيله، ولما جه خلاص قرب ميعاد الاكل غلفتها بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، ودخلتها على الفرن على اعلى درجه حراره في الفرن. خدت ساعه وتلت، ساعه وتلت. بس عايزه اقول لكم ان هي كانت طالعه يعني البطاطس كده يعني مش مستوية، هي مهرية، هي شكلها سليم لكن مستوية جدا. عملت جنبها طلعت جنبها مخلل ورز الشعرية، وده كان غدانا يعني. لكن عايزة اقول لكم ان النتيجة بصراحة تحفة، والفراخ مستوية ومتشربة من جوه، حتى الصدر متشرب من جوه، يعني بجد النتيجة 100%. جربيها تعجبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك يا بنات، واشوفكم على خير الفيديو دي، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.